أنا بموت بشي اسمه جبنة البوراتا، كتير طيبة. كيفكن؟ طبعا مثل ما بتعرفوا بلش الصيف وبلش الشوب وصار بدنا شغلات فريش. امبارح جربت هاي الأكلة بمطعم إيطالي اللي هي سلطة أو نوع من أنواع السلطات، ما بعرف إذا فينا نقول عنها سلطة، اللي هي جبنة البوراتا مع صوص البيستو. بتتقدم بطريقة كتير طيبة، هي كتير بسيطة وكتير سهلة، حبيت إني شاركها معكم لأنه كتير سهلة. طبعا هون رح ضفنا أول شي صوص البيستو بهذا الشكل، رح تشوفوا قد هي كتير سهلة. وهلا بدي اضيف البوراتا اللي هي جبنة البوراتا، رح ناخدها ونضيفها فوق البيستو هيك. وهلا في عندي لحم البيف، العجل المقدد مثل ما بيقولوا له او المجفف، هذا اختياري طبعا اذا حبيتوا تضيفوا او لا. وفي عنا هون بندوره كرزيه كمان رح نضيفها هيك، نوزعها نحطها هيك على جنب. وفي عندي كمان هون جوز طبعا رح نحطه هيك، نوزعهم. تخيلوا انه صارت جاهزه، رح فرجيكم اياها على شوفوا لي هالالوان وشوفوا لي اللوحه، الطعمه طبعا بتجنن. رح فرجيكم كيف رح اقسمها معكم، ندوقها. شايفين كيف؟ انا بموت بشي اسمه جبنه البوراتا، كتير طيبه. يعني ما بعرف كيف بدي اوصف لكم الطعمه، بس عن جد يعني رائعه. شايفين كيف؟ رح ندوقها سوا. طبعا ايه نسيت اقول لكم شغله مهمه كتير، يلي هي الخبز هاد لازم يكون جنبه. هي كتير كتير فقرة مهمة، فهي هيك شايفين. فانتوا بتاخدوا الخبزة هيك، لا قسمت انا شقفة، رح اخد خبزة بتاخدوها هيك، بتحطوا بيستو، بتحطوا جبنة، بتحطوا جوز بهذا الشكل مع حبة البندورة. وذوقوها. يا جماعة خطيرة، بتجنن. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني شيروا الفيديو، لايك، دعم لايكات. باي.